ده اللي بيساعدنا في العصر اللي إحنا موجودين فيه دلوقتي والوقت اللي إحنا موجودين والضغوطات اللي إحنا بنمُر بيها إن إحنا نتجنب الأمراض النفسية. يا مساء الحلويات، اتفقت معاكم إن الفترة القادمة إن شاء الله هاتكلم أكتر عن أثر علم النفس في حياتنا، وإيه اللي إحنا ممكن نحتاجه أو إيه اللي إحنا ممكن نستفاده من وجود تواصل مع أخصائي صحة نفسية أو مع استشاري نفسي أو مع life coach أو أيًا كان. خلّيني أقول لكم حاجة، إن أغلب العلوم الطبية بتدرس إيه؟ بتدرس المرض والعلاج، إيه الأمراض اللي وارد إن إحنا نتعرّض لها وطرق العلاج بتاعتها إيه، ودايمًا لمّا باروح لأي طبيب بيكون هو ده الهدف أو هو ده السؤال، أنت بتشتكي من إيه واللي بتشتكي منه ده تعبك إزاي وعلاجه إيه؟ علم النفس مختلف شوية في الحتة دي. علم النفس بيهتم أكتر بالصحة، بيهتم أكتر بجوانب الصحة النفسية، مش بس إن إحنا بندوّر على المرض وعلاجه إيه، وده اللي أنا عايزة أكلمكم عنه النهارده، إن إحنا شايفين إن أنا ألجأ لأخصائي صحة نفسية أو استشاري نفسي أو استشاري علاج سلوكي معرفي أو life coach ده هيكون في وقت ما أكون باعاني من مرض نفسي، بس مش هو ده الصح. الأصحاء أولى أساسًا بالتواصل مع أخصائي الصحة النفسية، لأن علم النفس بيدرس إزاي أقوي الصحة النفسية، إزاي أشتغل على الوقاية من الأمراض النفسية، إزاي أشتغل على تطوير وتنمية وتوعية النفس وتقوية صحتها النفسية، وده الأهم، ده المهم إن إحنا نتطرق له، المهم إن إحنا نكون عارفين عنه. طب ليه ياسمين؟ ليه المهم إن أنا أكون عارف الجوانب دي واخد عنها فكرة كويسة وعارف أطوّر منها دايمًا وأدعّم نفسي منها دايمًا؟ عشان خاطر ده اللي بيساعدنا في العصر اللي إحنا موجودين فيه دلوقتي والوقت اللي إحنا موجودين والضغوطات اللي إحنا بنمُر بيها إن إحنا نتجنب الأمراض النفسية، نشتغل على الوقاية، نشتغل على إن إحنا إزاي نمُر من ده، وإزاي نعدّي من الضغوطات دي بسلام، وإزاي نعرف نتعامل معاها، وإزاي أقوّي صحتي النفسية، وإزاي أقوّي درعي النفسي اللي بيساعدني إن أنا أتجاوز، ومش بس تجاوز، بيساعدني إن أنا أستمتع أكتر وأفهم نفسي أكتر وأكون واعي بيها أكتر، وأعرف أنا باعمل ده ليه وأنا ماشي في اتجاه إيه وأتكلم مع نفسي وأبقى فاهم أنا باروضها إزاي وأنا باحبها إزاي وأنا بانميها إزاي وأنا بادعمها إزاي. اوعوا تكونوا متخيلين إن أيوه أنا لما أعاني من مشكلة يبقى أبدأ وقتها أدوّر على العلاج، لأ، علم النفس وعلم النفس الإيجابي تحديدًا هو ده اللي أنا دايمًا باحب ألتفت ليه وباحب أتكلم من خلاله أو أتكلم من منطلقه. هو بيساعدنا أكتر على إن إحنا نتعامل بشكل إيجابي مع أنفسنا، نتعامل بشكل إيجابي مع تقوية نفسنا، مع تقوية الدرع النفسي الخاص بيّا، بحيث إن أنا أتجاوز وأتجنب تمامًا كل الأمراض النفسية، وكمان أكون واعي بتنمية ذاتي وتطوير صحتي النفسية إنها تساعدني دايمًا على إن أنا أستمتع بالحياة. أراكم بكل حب.